تدرون ليش الله خلق آدم في الجنة؟ طيب الله وش قال؟ اسمعوا ركزوا في الآية. إني جاعل في الجنة ولا في الأرض؟ في الأرض. معناته أن الله عارف، الله عارف طبعا أنه سينزل الأرض، وهو ما خلقه. إذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، معناته أنها معروف أنه بينزل في الأرض. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ قال العلماء اختلفوا طبعا خلاف كبير في الآية هذه. قالوا على اعتبار أن الله خلق الجن وأمرهم بالعبادة فما عبدوه فقاتلتهم الملائكة فقتلتهم، وكأن الملائكة تقول يا رب تبغى تجيب مخلوق ثاني مثل ذولاك الجن اللي عصوك يسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. قال إني أعلم ما لا تعلمون، أعلم ما لا تعلمون. جاعل في الأرض خليفة. الله خلقك يا آدم في الجنة لسبب رئيسي، عشان تعرف ان موطنك الجنة ما هي بالأرض، وعشان تشوف ملذاتها وتشوف نعيمها وتتحمس انك ترجع لها وتعمل من أجلها، وعلى أساس تكتشف عدوك الحقيقي إبليس، لأن إبليس كان موجود معه، كان في الجنة آدم وحواء وإبليس، وكان يدور إبليس حوله. ولكن الشيطان جلس يخطط على آدم تخطيطا كبيرا وحواء حتى أوقعهما في تلك المعصية. لكن قبل ندخل في هذا الموضوع، هنا الله سبحانه وتعالى دخل آدم الجنة، ولما خلق من ضلعه من؟ أي ضلع اللي خلقت من حواء؟ من يعرف؟ القصير هذا في الديرة مو عندنا. الضلع الأيسر، لذلك يقولون عدد الأضلاع اليسرى أقل من اليمنى، وخلقت من اليسار من ضلع أعوج. بعض الحريم تخاف من هالحديث، احنا نبي نطمنها اليوم. الضلع هذا هو اللي يحفظ القلب، ولذلك هذا ليس كلامي، هذا كلام العلماء. قالوا لو لم يكن فيه هذا الضلع المائل الأعوج هنا وضرب الإنسان لنزف ومات. فأنت حافظة للرجل أصلا. الله لما خلق آدم خلقه لمهمة عظيمة، وهو أن يستخلف في الأرض. وحواء خلقها ليش؟ على أساس تقوي آدم، على أساس تكون معاضدة لآدم، تكون تقويه. ليه؟ لأنه وراء كل رجل عظيم امرأة عظيمة. وهذا الضلع نام آدم، فلما فاق فإذا بالله خلق حواء من ضلعه فلم يستنكرها. ولذلك لم تبدأ الحياة، ومن هنا أحد أهدافنا، بدأت الحياة باثنين، بأسرة. الله قادر يخلق آدم في الجنة ولما ينزل يجيب له حواء، وممكن نقول حرمة جابها الله في الأرض. لا لا لا، أنت موجودة معها في الجنة أصلا، وخلقها الله من هذا الضلع من آدم لتكون لصيقة به. خلق الله الرجال والنساء سواء، إلا فيما اختص الله به الرجال أو ما اختص الله تبارك وتعالى به النساء. ولذلك ترى شوفوا يا جماعة، احمد ربك، ترى الملائكة ودها أنها تم اختيارها مستخلفة في الأرض. هي تقول لله سبحانه وتعالى لما قال إني جاعل في الأرض خليفة، قال وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. حطنا حنا وشوف يا رب. قال إني أعلم ما لا تعلمون. حتى إبليس كان وده يستخلف، قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي، خلقته من طين وخلقتني من نار، أنا أفضل، كان حطيتني أنا مستخلف في الأرض. لا 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 لا، اخرج منها مذموم مدحورا. أنا ما أبغاك أنت، أنا خلقت آدم، اصطفيت آدم من بين مخلوقاتي. بعض الناس يجي ما يبغى، الله جعل لك توازن. لو يبغى عباد مكرمون عنده ملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. الملائكة بعضها من يوم خلقت ساجدة، سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى، وبعضها راكعة سبحان ربي العظيم. أطت السماء يعني لها صوت أزيز. لما تحمل أحيانا مكان مثلا خلنا نقول عربة وتسمع تحملها حمل كثير تسمع صوتها لها على أزيز. قال الله أطت السماء في الحديث وحق لها أن تأط، ما من موضع 4 أصابع إلا هناك ملك ساجد أو راكع. وإذا جاء يوم القيامة ورفعوا رؤوسهم وش يقولوا الملائكة؟ سبحانك ربنا ما عبدناك حق عبادتك. ما عبدناك، هو مخلوق الراكع وساجد.
وحنا نمن على الله في 5 فروض، نجي متأخرين ونتوضأ لإقامة الصلاة ونلحق على الركعة الأخيرة وعادي ونسلم بسرعة وننقرها. يا مجنون، والله اسمحوا لي، حاجتك التي تريد أن تركض لها بعد الصلاة عند الذي استعجلت في الصلاة له. حاجتك اللي أنت تبغاها تقضيها لما تطلع هنا في المسجد. إذا دخلت ادخل بهدوء. إذا ذهبتم إلى الصلاة فاذهبوا إلى على وقار وسكينة، على وقار، خلي الإنسان يحس فيك. إذا رآك الناس وانت تمشي رايح المسجد عارفين وقارك وقار مصلي. فإذا دخلتم ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. الله أكبر، تنسى دنياك، همومك، وظيفتك، زوجتك، مشاكلك، كل شيء تنساه لأنك قلت أكبر من كل شيء. أما الله أكبر والدين في راسك، ما صار دينك أكبر من ربك. الله أكبر والزواج في راسك، إذن الله أكبر حققها أن الله أكبر من كل شيء، عشان فعلا تثبت أنك جاي تصلي لربك. ولذلك هذا المخلوق آدم عليه السلام، الملائكة قالت نسبح بحمدك ونقدس لك، لكن الله سبحانه وتعالى اختار آدم وكل شيء اختاره معه عشان يكون مستخلف في الأرض. شوفوا، إذا قامت الساعة عشان تعرف أنك مستخلف، وفي يد أحدكم فسلة، تعرفوا الفسلة؟ النبتة. وش قال الرسول؟ يلا عطوني الحديث. فليغرسها. يوم القيامة الله يقول إذا السماء انشقت وإذا السماء انفطرت إذا الكواكب إذا الشمس كورت. موقف مهول، وماسك واحد شجرة نبتة. إذا قامت القيامة وفي يد أحدكم فسلة، ما قال فليحذفها وينطلها، ولا قال فليكبر يستغل وقتها ركعتين، قال فليغرسها، لأن هدفك الإصلاح والبناء في الأرض، هدفك النهضة والقيام في هذه الأرض. أنت يا المرأة اللي تشوفيني، مو بس الرجل مسؤول، أنتم يا شباب، عيالنا، حتى الخباز والسباك والحداد والنجار وكل إنسان مسؤول أنه يبني الأرض وأنه يصلح في الأرض وأنه يقدم شيء لهذه الدنيا. شوفوا الحديث، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3، كل ال3 مرتبطة بالاستخلاف بالنهضة. ما قال إذا مات ابن آدم بقيت صلاته، إذا مات ابن آدم بقي صيامه، جاب أشياء مرتبطة بالنهضة، مرتبطة بالتنمية. إذا مات ابن آدم انقطع عمله